صباح الفل عليكم حبايبي، يلا بينا نشوف احلى دوناتس ده ولا ايه؟ ايه رايكم في الدوناتس ده بالحشوه التحفه دي؟ ده بستري كريم بعمله في البيت بطريقه اقتصاديه جدا. شوفيه في الفيديو اللي قبل ده او بعد ده. سمي بالله ونصلي على رسول الكريم، ويلا بينا نشوف احلى دوناتس في الدنيا بيتعمل ازاي بطريقه مختلفه شويه. يلا بينا. معايا هنا كيس من الخميره، بس قبل ما اكمل شغل ما تنسيش الاشتراك. يلا انا شايفاكي، اعملي لايك. باكل خميره، كوبايه ميه، ومعلقتين 3 معالق كبار من السكر و3 معالق من الدقيق، وهتضربي ده ضرب شويه كده لحد بس الدقيق ما يدوب. دي تعتبر عجينه بتسهل عمليه التخمير وتسرعها. معايا 3 بيضات حطيت عليهم اسانس حليب ومعلقتين كبار من الخل. لو ما عندكيش اسانس حليب حطي فانيليا. وده معلقه صغيره من البيكنج باودر. دول معلقتين كبار من الحليب البودر، بس هو اختياري لكن بصراحة بيخلي الدوناتس بتاعك طعمه احلى يعني. معايا هنا كيلو من الدقيق. هحط كمية الاول وهبتدي ازود المية كوباية تانية من المية. طبعا انا هنا حطيت رشة ملح كمان. هبتدي ازود كوباية كمان من المية لحد العجينة بتاعتي دي ما تتضرب كويس. لازم احط مقدار المية المظبوط. طبعا لو حابة تشيلي لبن البودر وتشتغلي بلبن حليب مفيش مشكلة خالص. بفضل اضربها لحد العجينه دي ما تنعم معايا. طبعا هتبقى سايله خالص لان احنا لسه ما حطيناش بقيه كميه الدقيق، وبعدين هنبتدي ننزل بالدقيق معلقه معلقه زي ما انت شايفه كده. انا المقادير بتاعتي كانت مظبوطه، لكن برضو لازم ازود معلقه معلقه لحد العجينه ما تلم معايا. ما ينفعش احط الدقيق دفعه واحده وبعدين ارجع ازود تاني في ميه او في سوائل. بس العجينه مجرد ما هتلم بشيل الآلة اللي أنا بشتغل بيها يعني، وحطيت الخطاف ده علشان يعجلي العجينة بتاعتي عجينة كويسة. هي بتبقى سايحة كده أو مش سايحة، بتبقى طرية لينة. وبتجي تعوسي ايدك بالدقيق وتكوريها وتعمليها كور صغيرة كده، تشكليها بالاحجام المفضله عندك. يعني ممكن تكبري عن كده، ممكن تصغري عن كده زي ما يعجبك. طبعا انا مش خرماه من النص شكل الدوناتس الناس متعوده عليه. انا عاملاه مقفول علشان احنا عايزين نحشيه كله من جوه. بصي، في الزيت طبعا بعد ما اختمر، ضروري يختمر اول مره، وبعدين تقرصيه كده وتسيبيه يختمر تاني مره، وبعدين نبتدي نقليه بشويش كده. هو مختمر بتشيليه بشويش وبنحطه في الزيت. بيكون الزيت ده ما بيكونش سخن يا جماعه، ولو سخن طفي النار. ما ينفعش يكون سخنه لان لو سخن جامد مش هيطلع لك التسويه مظبوطه. هنا بعد ما برد تماما، ده البستري كريم اللي انا عاملاه. شوفيه في الفيديو اللي قبل كده. اقتصادي وطعمه حلو قوي قوي. بصي، بتحشي لحد ما تحسي ان الدوناتس تقيل في ايديكي ويبص بره كده، تعرفي ان هي اتملت. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، ويكون الفيديو يعني خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في حفظ الله. باي باي.